ملتقى تراث مصر بينظمه قطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وفي مؤسسات حكومية. احنا كهيئة العامة لأصول الثقافة مشاركين مع القطاع في جناح الهيئة العامة لأصول الثقافة. بنشارك بيه بمنتجات الإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لأصول الثقافة، الإدارة العامة للشباب، الإدارة العامة لثقافة القرية، الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية. عندنا منتجات مختلفة تراثية، حرف تراثية منتجة من الورش اللي احنا بنعملها في المحافظات. عندنا خوص، عندنا حصير، خيامية، صدف، نحاس. عندنا منتج من منتجات الإدارة العامة الأطلس المأثورات الشعبية، أطلس الآلات الموسيقية، وأطلس الخبز، وأطلس الفخار. حلو قوي ان دايما تعملوا حاجات زي دي عشان تعرفوا الناس بالتراث بتاعنا وبالحاجات القديمة اللي دلوقتي أجيال جديدة مش عارفة حاجة عن الحاجات دي أو مش مهتمة تماما. يا ريت يبقى في إعلانات علشان الناس تروح وتشوف، لأن في ناس بتبقى حابة أو بس مش عارفة تروح فين. فلما بيبقى في إعلانات للحاجات اللي زي دي، يعني أنا عمري ما كنت عارفة إن في حاجة كده هنا، أنا جاي عشان أشوف مختار. ف ده حاجة حلوة قوي، وحلو ان يتعمل جنب حاجة برضو مهمة زي متحف مختار. فبرضو اللي طبعا في ناس كتير يعني مش مهتمة او ما عندهاش فكرة مين مختار، فلما بيجوا يشوفوا ده او جايين عشان يشوفوا ده بيلاقوا ده، بيشوفوا بيعرفوا بيفهموا حاجة جديدة وبيعرفوا حاجة جديدة. دي حاجات يعني كنوز. ملتقى تراث مصر هو منصة للمؤسسات العاملة في مجال التراث. مش بالضرورة تكون المؤسسات اللي بتنتج منتجات حرفية، لكن احنا بنتكلم في المفهوم الكبير للتراث، التراث السمعي والتراث البصري والتراث الحركي، بحيث ان ده يتيح الفرصة للمؤسسات انها تعرف بعضها، ويتيح للجمهور انه يتعرف على المؤسسات دي عن قرب، وان يكون في تبادل للخبرات بين المؤسسات وبعضها وتبادل للتجارب. الملتقى بيرافقه برنامج ثقافي معني بالافكار او المشاكل والطموحات الخاصه بالمؤسسات، ومعني بمنصه للرائدات الاعمال في مجال التراث ورواد الاعمال. هو احنا معانا 15 مؤسسه، منها مجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لذوي الإعاقة، معهد دراسات القبطية، الهيئة العامة لأصول الثقافة، جهاز تنمية المشروعات، غرفة الصناعة. كل المؤسسات دي بتشترك على هدف واحد، الهوية المصرية. الهوية المصرية هي الهدف الأسمى لينا، والهوية المصرية بكل تفاصيلها احنا بنحاول وبنطمح ان التراث المصري يكون واقع معاش، ما يتحولش لمجرد انتيك بيتحط على الأرفف، انه يبقى حاجه بنستخدمها في بيوتنا كل يوم، تبقى جزء من ثقافتنا، جزء من هويتنا. اللبس المصري يرجع لاصوله، او الناس تبدا تهتم بالاصول دي. احنا اشتركنا السنه دي بامر الله بالازياء التراثيه. احنا عندنا كم من التراث الزي المصري، ففي اختلاف بنحاول نوضحه للجمهور ونحاول نعرفه على التراث المصري بتاعنا. ففي عندنا في سينا في العريش، وفي عندنا شغل الواحات برضو، وفي شغل سيوة، وعندنا في جنوب الصعيد برضو في شغل التلي والجرجار ففي اختلاف برضو. فاحنا بنحاول نوضح للناس وللجمهور ان احنا مصر فيها عامرة وعندها زخم من التراث المصري القديم. الملتقى في تراث مصر مستمر طوال شهر رمضان، هيستمر تقريبا، هينتهي يوم 12 مارس. وده مهم جدا في التوقيت شهر رمضان. بعد الفطار مباشرة بيبدأ الناس تتوافد على الملتقى، ويبدأ يشوفوا ويتأثروا بالمنتجات المعروضة.